تخيل معايا إنك في يوم عادي بتكتب مذكراتك في كل هدوء وفجأة الأرض بتتهز من تحتك. البيت كله بيتحول لأنقاض وحطام وكل اللي كنت تعرفه بيختفي في لحظة واحدة. في سنة 1883 زلزال مدمر ضرب جنوب إيطاليا وخلال لحظات فيلسوفنا اللي بنتكلم عنه النهاردة فقد كل عيلته، أمه أبوه وحتى أخته الصغيرة، لكن ولسبب غريب هو الوحيد اللي نجا من الحطام ده. الموقف ده كان ممكن يحوله لشخص محطم، لكن فيلسوفنا قرر يكرس حياته للبحث عن معنى الجمال والتاريخ والفلسفة، وإزاي الإنسان يقدر يتجاوز الألم، وهل المعرفة هي الحل؟ النهاردة هنتكلم عن الفيلسوف اللي رفض الاستسلام وقدر يغير مفهومنا عن الفن والتاريخ. بس في الأول انت هنا في برنامج الفيلسوف، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع الحلقة على طول. بنديتو كروتشا يمكن من أشهر الفلاسفة الإيطاليين الموجودين على الساحة. هنتكلم النهاردة عن أكتر من حاجة بتتكلم أو بتحكي عن فلسفة كروتشا. في الأول، مين هو بنديتو كروتشا؟ كروتشا اتولد سنة 1866 في إيطاليا لعيلة ثرية جدا. كتب كتب في الفلسفة وفي التاريخ وفي الفن، وأصبح من أهم مفكرين القرن العشرين في جيله في إيطاليا. كان له دور سياسي قوي جدا، لأنه كان في الوقت ده يا جماعة بيعارض الفاشية ووقف ضد موسوليني. تاني نقطة هنتكلم عنها النهاردة هي الفلسفة المثالية عند كروتشا. كروتشا كان بيتأثر بشكل كبير جورج هيجل الفيلسوف الألماني المعروف، لكنه قدم تفسير جديد للمثالية كان بيختلف بشكل كبير عن ما قدمه هيجل في وقته. كمان كان بيشوف إن الحقيقة مش ثابتة خالص، بل هي تجربة مستمرة وبتتغير مع الزمن. رفض أبدا فكرة وجود حقائق مطلقة، وأكد إن الفهم الإنساني دايما في تطور وازدهار مستمر. اعتبر كمان إن كل معرفة إنسانية بتقوم في الأساس على حاجتين: الحدس والتجربة، ومش مجرد قايمة على العقل المجرد. يعني هو كان بيركز كل فلسفته إنه يا جماعة ركزوا إنه في حاجة اسمها حدس وفي حاجة اسمها تجربة، مش كل حاجة تقوموها على العقل بس. تالت نقطة هنتكلم عنها النهاردة في فكر كروتشا هي فلسفة الفن عنده، وده يا جماعة من أكتر الحاجات اللي كروتشا كان بيحب إن هو يتكلم فيها، وهي فكرة الفن وتفريقه ما بين الفن والجمال. كروتشا رفض فكرة إن الفن مجرد مرآة بتعكس الواقع وخلاص. بالعكس، ده هو كان بيقول إن لازم الحدس الداخلي للفنان هو اللي بيعبر عن الفن ده. الجمال عنده ما كانش شيء موضوعي خالص، بل خاضع برضه للتجربة الشخصية. والتجربة الشخصية زي ما وضحها كروتشا كانت دايما مختلفة من شخص لآخر. مقياس الأشياء عنده هو الإنسان وليس المجتمع. الفن بيقول إن هو مش مجرد متعة، بل وسيلة لفهم الحياة وإدراك معانيها. ومن خلال كده نقدر نستنتج إن كروتشا كان مهتم جدا بالفن والفنانين، لأن هو كان بيحاول يقول إن الحياة بيتم فهمها من خلال الفن. الفن اللي بشكل كبير بيعبر عن صاحب الفن ده اللي هو الفنان اللي هو المبدع. وعلشان كده هو بيقول ان الفن ملوش سقف خالص، بالعكس الابداع دايما متطور. والابداع مش بيعكس الواقع بس، لا، هو كمان الابداع بيعكس الفنان صاحب الرؤية دي للواقع. كان له تأثير بشكل كبير كروتشا بآرائه دي يا جماعة على النقد الأدبي والحركات الفنية في وقته في إيطاليا، طبعا في القرن العشرين، بسبب إن آراءه كانت مختلفة جدا وثورية عن ما كان المتفق عليه أو المتتابع عليه. رابع حاجة هنتكلم فيها النهاردة في فكر كروتشا هي فلسفته في التاريخ والسياسة مع بعض. كروتشا كان بيقول إن كل كتابة تاريخية بتعكس وجهة نظر الكاتب وليست مجرد نقل للأحداث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كروتشا كان بيشوف إن كل حد بيكتب أو كل مؤرخ للتاريخ هو بيكتب من وجهة نظره هو. لازم يكون ليه ميول، لازم يكون ليه أعداء برضه في نفس الوقت. هو مش مجرد سرد أو نقل للأحداث، لا، بالعكس هو كان بيقول إن هو مرآة للواقع. الكاتب هو مرآة لعصره في وقتها. كمان بالنسبة للسياسة، كروتشا كان بيعارض جدا الفاشية زي ما أنا ما قلت لك في أول الفيديو، واعتبرها خطر على الفكر الحر. تخيل معايا كده فكر دايما الفاشية انه السيطرة الديكتاتورية. وهدف الفاشية هو إقماع أو ردع كل فكر حر هدفه التعبير عن
وجهة نظر قد تكون مختلفة عن التيار السياسي في وقته. كروتشو كان بيقول انه لا، ده مش صح تماما، وان احنا لازم نعبر عن آرائنا بكل حرية، وده طبعا كان ضد وقته تماما، كان ضد موسوليني وكان ضد الفكر الدكتاتوري في وقته طبعا. طبعا بنديتو كروتشو يا جماعة كتب كتب كتير في السياسة، وانتقد الأنظمة الاستبدادية، دافع بشكل كبير عن الديمقراطية. من أمثلة الكتب اللي أنا بدعوكم إن انتوا تقروها لكروتشا بصراحة، يمكن من أهم الكتب اللي أنا بشوف إن هي مفيدة ليكوا، هتخليكوا تفهموا الراجل ده كان بيفكر إزاي. كتاب اسمه ضد الفاشية، وطبعا الكتاب ده كان هو بيتكلم فيه عن الفكر السياسي في وقته في عصره، وبينتقده بشكل كبير جدا، وما كانش سهل عليه أبدا إن هو يشوف بلاده في التدهور ده. وتاني كتاب، وده بقى للفنانين بالتحديد، الجمال مقدمة في علم الجمال. ده كتاب مهم جدا، وهيخليكم تبصوا للأعمال الفنية والأدبية اللي بيتم تقديمها على الساحة بشكل مختلف جدا. تالت كتاب بقى للناس اللي بتحب التاريخ، نظرية ومنهجية التاريخ عند بنديتو كروتشي. التلات كتب دول أنا بشوف إن هما من أكتر الكتب اللي مميزة لكروتشا، بتعبر عن فكره بشكل كبير. واللي بعد الكتب دي حصل فيها ثورة بصراحة في إيطاليا، لأنه يعتبر كروتشا من رواد الفكر المثالي في وقته. لكنه بعد كده الناس جت كملت على فكر كروتشا، يعني كروتشا اللي فتح الباب لفكر كبير جدا جه من بعده فلاسفة عظام تانيين. دي كانت حلقتنا النهاردة عن فيلسوف أنا بشوفه من رواد الفكر المثالي في إيطاليا، وهو بنديتو كروتشا الفيلسوف الإيطالي المشهور. لو حابب طبعا نعمل حلقة تانية عنه، قول لي تحت في الكومنتس في آخر الحلقة. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واكتب لي كومنتس قول لي ايه رأيك في الحلقة. واشوفكم في فيديو جديد من برنامج الفيلسوف. سلام.